عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل وصحة شريبتكم. فيديو اليوم باش نحكيو فيه على قائمة المنتخب الوطني التونسي واللي أثارت جدل كبير. تو نحكيو على التفاصيل متاعها ونحكيو على الأسماء اللي تم توجيه الدعوة ليهم، باش نحكيو زادة على البطولة الوطنية والدفعة الثانية من الجولة 25 واللي استفاد فيها النادي الإفريقي والاتحاد المونستيري بعد فوزهم في مبارياتهم اليوم ضد الملعب التونسي وضد الترجي جرجيس في مواجهات مباشرة. كل التفاصيل باش تلقاو معنا في الفيديو. تابعونا الاخر وما تنساوش الاشتراك في قناتكم الكرة مع بكام سبور باش يوصلكم كل جديد. أجريت اليوم الدفعة الثانية من الجولة 25 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى واللي فاز فيها الاتحاد المونستيري على ترجي جرجيس 2-1 في جرجيس بالذات. الاتحاد المونستيري أبرز وأهم فريق استفاد في الجولات الأخيرة، استقرار النتائج، تحقيق الانتصارات المتتالية وكذلك الصلابة الدفاعية بعد مباريات عديدة ما قبلش فيهم أهداف. اليوم دفاع المونستيري استقبل هدف، هو أفضل دفاع في البطولة حاليا بقبوله ل10 أهداف. النادي الإفريقي يفوز في الثواني الأخيرة في ديربي العاصمة، الديربي الصغير ضد الملعب التونسي 1-0. اللقطة متاع الركنية اللي جا منها الهدف واللي أثارت جدل كبير، محلل قناة الكاس القطرية الخبير التحكيمي أكد على أنه الهدف ماهوش شرعي والكرة ماهيش ملعوبة من بلاصتها كما يقولوا، وبالتالي الهدف متاع النادي الإفريقي اللي تم تسجيله غير شرعي، وكان على الحكم نضال الطيف انه يعيد تنفيذ ركلة الركنية. ولكن هذيك هي بطولتنا وهذاك هو تحكيمنا، بوجود الفار ولا غير الفار الاخطاء والمهازل التحكيمية متواصلة. اكيد باش يقولوا لي الفار ما ينجمش يتدخل في كرات كي هذه، ولكن الحكم ولا المراقب الخط المساعد الاول كان ينجم يتدخل وكان ينجم يوقف الكره باش يعاود اللاعب يلعبها من مكانها، ولكن هذا اللي ما صارش، وبالتالي النادي الافريقي يستفيد من خطا تحكيمي ويفوز 1-0 وينعش حظوظه في المراهنه على لقب البطوله الموسم الحالي، ويصبح في رصيده 50 نقطه، 3 نقاط تفصله على المتصدر الاتحاد المونستيري والترجي الرياضي التونسي. الاتحاد المونستيري بعد فوز اليوم أصبح في الصدارة رفقة الترجي الرياضي التونسي، اللي تعرفوا أنه الترجي ضيع عديد النقاط في الجولات الأخيرة. عموما دوز فرق كما قلنا مستفادة من الجولة هذه اللي هي النادي الإفريقي وخاصة الاتحاد المونستيري اللي واصل تحقيق النتائج الإيجابية مع المدرب فوزي البنزرتي. من البطولة الوطنية باش نحكيه على قائمة المنتخب الوطني التونسي اللي باش تلعب زوز مباريات ضمن تصفيات كأس العالم أمريكا 2026. قبل الحديث في التفاصيل خلينا نستعرضوا القائمة والأسماء اللي تم توجيه الدعوة لها. حراسة المرمى نلقاو أيمن دحمان، سامي هلال، عبد السلام الحلاوي. سامي هلال يقدم في مستويات محترمة مع الملعب التونسي وبلاصته موجودة في المنتخب الوطني، واللي يحكي غير الكلام هذا غلط. عبد السلام الحلاوي زاد مع الاتحاد المونستيري قدم في موسم محترم ومحترم جدا، مكانه موجود في المنتخب الوطني التونسي. ونقطة استفهام على دعوة دحمان اللي مع السياسات تقريبا قبل عدد كبير من الأهداف. المستوى متاعه كان مستوى متذبذب، ماهوش بصراحة ما يستحقش يكون موجود في قائمة سامي الطرابلسي بكل أمانة. في خط الدفاع نلقاو محمود غربال، ديلان براون، حمزة بن عبدة، نادر الغندري، علي العابدي، ومرتضى بن وناس، منتصر الطالبي، حسام حسن رمضان. نادر الغندري من جديد في المنتخب الوطني التونسي. حلل وناقش وحدك عزيزي المشاهد عزيزي المتابع، كل مرة يتحفون بقائمة وبأسماء وكأنها ترسم مع المنتخب، يجي اللي يجي مهما كان المدرب مهما كانت الجامعة. سي نادر الغندري متواجد في القائمة ديما، ربي معاه وإن شاء الله يا خويا قد من الإضافة على شلام. خط الوسط نلقاو الياس السخيري، عيسى العيدوني، بن رمضان، الفرجاني ساسي، انيس بن سليمان، وحلنا باع المجبري. في خط الهجوم الياس العاشوري، سيف الطيف، عمر العيوني، نعيم السليتي، حمزه الخضراوي، الياس سعد، سيف الجزيري، فراس شواط، وحازم المستوري هداف البطوله. ابرز الملاحظات بعد صدور القائمه: صفر لاعب من الترجي الرياضي التونسي في سابقة تاريخية تقريبا عندها سنوات طويلة ما صارتش، ما يتمش دعوة ولا لاعب من الترجي الرياضي التونسي هنا
نحكيو على سامي طرابلسي نجمو نحكيو برشا أمور وتأويلات عديدة، لأنه السيد هذا ربما عنده مشكلة مع الترجي، عنده مشكلة قديمة مع الترجي الرياضي التونسي. ما نعرفوش شنو هي الأسباب اللي خلات المدرب والناخب الوطني ما يواجهش الدعوة على الأقل، باش ما نحكيوش بالعاطفة وما نحكيوش على خاطر نحب الترجي الرياضي التونسي. بن حميدة وحسام تقا عندهم مكان في القائمة متاع المنتخب الوطني التونسي، نقطة وارجع للستر. ما نحكيوش كلام آخر، لأنه المتصدر يعني متصدر البطولة وما تعيط حتى لاعب من الترجي نقاط استفهام عديدة. وإن شاء الله النية ما تكونش يعني مبيتة كما يقولوا، وإن شاء الله الاختيارات تكون فنية بحتة على أساس فني، مش على حوايج أخرى. وهنا نفتحوا باب التأويل العديد الأمور ونجموا نحكيو في الموضوع هذا للصباح كما يقولوا، ولكن خلينا في حسن النوايا. فنيا نحكيو كما قلنا بن حميدة اللي يعتبر أفضل ظهير أيسر تقريبا في مرحلة الإياب، نورمالمون يكون متواجد في قائمة 23 كيف حسام تقا. وللحديث بقية وإن شاء الله عندنا ما نحكيه في الموضوع هذا بالذات. استبعاد حمزة رفيعة وتواصل غياب الحاج محمود، سعد بقير وعلي يوسف، خاصة الحاج محمود قاعد يتألق ويسجل في كل المباريات تقريبا ويقدم في مستويات محترمة. من المشكلة الأخيرة اللي صارت له وكأنه اللاعب هذا وقع إقصاؤه نهائيا من المنتخب الوطني التونسي. سعد بقير كذلك اللي رجع في الفترة السابقة وكان يلعب وكان يسجل في الركنيات خاصة المباشرة وأظهر مستويات محترمة. كنا ننتظر دعوة اللاعب هذا ولكن للأسف سعد بقير غايب. عودة نعيم السليتي ديلان براون وتوجيه الدعوة لأول مرة إلى حمزة بن عبده، سامي هلال الحلاوي وحسام بن رمضان، 9 لاعبين محليين في القائمة. إذا متابعين الكرام متابعي الكرة مع بكام سبور قائمة فيها وعليها، يجيبوا نحكيه احنا بالاسم النجموا يعني نطلعوا قائمة أخرى كما يقولوا مع يطلعش سامي طرابلسي. هنا تنجم تكون اختيارات فنية يتحمل مسؤوليته فيها. زوز مباريات مصيرية في الترشح لكأس العالم، المسؤول الأول على النجاح ولا على الإخفاق هو المدرب سامي الطرابلسي. إذن هذه هي القائمة، ردود أفعال كما قلنا وغضب كبير في الشارع الرياضي وخاصة من جماهير الترجي الرياضي التونسي اللي بيناتنا معنا. إذا باش نحكيو على مصلحة الترجي في صلاحها انه الترجي لاعبيها يبقاو مع الفريق، لانه الفتره هذه باش يحضر فيها الترجي مباراه سان داونز الجنوب افريقي في ربع نهائي دوري ابطال افريقيا. معنا مازالوا اسبوعين على المباراه المهمه، المباراه اللي يعني تعتبر مصيريه في الموسم الرياضي للترجي الرياضي التونسي، تخلي الترجي والاطار الفني خاصه يفرح بعدم دعوه لاعبي الترجي الى المنتخب. ولكن 0 لاعب من الترجي سابقه تاريخيه متصدر البطوله، معناها كان جاء الترجي في الرابع الخامس الثالث والله نلقاو مبرر كما يقولوا، نلقاو علاش سامي طرابلسي ما وجهش الدعوه. ولكن الترجي متصدر احسن خط هجوم بغض النظر عن النتائج الأخيرة والنتائج السلبية واللي خلات جمهور الترجي الرياضي التونسي يكون غاضب على جل اللاعبين، ولكن هذا ما ينحيش حقوق اللاعبين واستحقاقاتهم باش يكونوا موجودين في قائمة المنتخب الوطني التونسي وباش يمثلوا المنتخب في تصفيات كأس العالم. حظ موفق للمنتخب الوطني التونسي بطبيعة الحال، لأنه في الأول والأخير تذهب الأسماء كلها ويبقى المنتخب وتبقى راية البلاد فوق الناس الكل. وإن شاء الله الحاجة هذه تكون حافز للاعبي الترجي الرياضي التونسي باش يحطوا في قلوبهم كما يقولوا، باش يخليهم يخدموا أكثر وباش يبرهنوا للناس الكل أنهم أحسن اللاعبين في البطولة الوطنية ويتوج الترجي باللقب البطولة هذه. إذن متابعين الكرام أبرز النقاط وأبرز الملاحظات في قائمة سامي الطرابلسي. كما قلت ونعودها، نتمنى حظ موفق للمنتخب الوطني التونسي في تصفيات كأس العالم.